حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسلام. وصفة النهاردة هي النجرسكو الصيامي. عايزة اقول لكم وصفة النهاردة بجد من العيار التقيل وطعمها خطير. كمان هقول لكم في وصفة النهاردة ازاي تعملوا البشاميل الصيامي بكل اسراره، وكمان هيطلع معاكم وكأنه بشاميل فطاري. تعالوا كمان هقول لكم على حشوة النهاردة بجد كانت خطيرة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. الاول هنسلق المكرونه ميه على النار، اول ما تغلي ننزل بمعلقه كبيره من الملح، وبعد كده ننزل بالمكرونه وبسيب المكرونه لمده 10 دقايق في الميه. واول ما تعدي 10 دقايق بطفي عليها وبسيبها بعد كده لمده 5 دقايق في الميه دي تكمل السلق بتاعها علشان المكرونه متتهرش مننا. يلا بقى نشوف الحشوه اللي معانا. طاسه على النار، هننزل بزيت، بعد كده معايا بصل مقطعينه جوانح، ننزل بالبصل بالشكل ده. ابدا اشوح البصل في الزيت، وبعد كده هيكون معايا مشروم. ممكن تستغنوا عنه، بس بجد هو قيمة غذائية عالية جدا، وانتوا عارفين ان هو مليان بروتين، وده بيبقى عوض للأولاد عن اللحمة وعن الفراخ، طبعا علشان احنا صايمين. بعد كده هننزل بفلفل ألوان وفلفل أخضر، وبعد كده معايا طماطم مقطعينها جوانح. بعد كده هننزل معلقة كبيرة من هريسة الشطة، والبهارات عبارة عن ملح، فلفل اسود، ورشة من القرفة، والسبع بهارات، وكزبرة ناشفة. وبعد كده اقلب الكلام ده كله مع بعض، وهسيبهم على نار هادية لغاية ما الخضار كله ده يدخل مع بعض، والمية اللي نزلت من الطماطم او كده تتشرب يعني. يلا بقى نحضر البشاميل ونشوف ازاي هنعمل البشاميل الخطير بتاعنا. حل على النار، هننزل بحبة حلوين كده من الزيت، بعد كده هننزل بالدقيق. معايا هنا هنزل يعني في حدود 7 أو 8 معالق كبار من الدقيق. بعد كده هقلب الزيت مع الدقيق، او هقلب الدقيق في الزيت بالشكل ده. بصوا، حسيت هنا محتاج لسه زيت، فهنزل بحبة زيت كمان. يعني المفروض يكون الزيت قد الدقيق بالظبط. بعد كده بعد ما شوحت الدقيق في الزيت بالشكل ده، بصوا بقى هيكون معايا هنا مية سلق المكرونة. نزلت فيها ب4 معالق كبار من الكريمر اللي هو مبيض القهوة، مع مكعب مرقة دوبتهم كويس مع بعض، وبعد كده نزلت بيهم على الدقيق. ممكن نستغنى عن الكريمر ونحط لبن جوز الهند، ممكن تبقى مية سادة خالص. بس بجد عايزة اقول لكم ان الكريمر بجد بيخلي طعم البشاميل في حتة تانية، وبجد مش هتفرقوها عن الفطاري خالص. بعد كده بنديها رشة من القرفة ونقلب. بعد كده انا هنا حسيت ان هي لسه محتاجة مية لان كان الصوص تقيل معايا، فنزلت بمية مغلية، وافضل احرك بقى لغاية ما نوصل للقوام المظبوط. بصوا يعني هو كده المفروض ان كل معلقة دي ليها كوباية مية بالظبط كده يعني. وبنقلب لغاية ما نوصل للقوام المظبوط، وكده القوام المظبوط للبشاميل. بعد كده هننزل بشوية ملح، وبكده تبقى البشاميل جاهزة معانا. هنا المكرونة كنت صفيتها من المية، هنزل عليها بالخلطة الخطيرة اللي معانا، وبعد كده هننزل بشوية من الصوص البشاميل، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. وبعد كده نجيب الصينية وننزل بحبة بشاميل في أرضية الصينية، ونوزعها كويس. بعد كده هننزل بكل المكرونة اللي معانا، ونوزعها كويس في الصينية. بصوا ما تسيبوش حاجة في الحلة، بجد يعني خطيرة الحشوة دي بجد يا جماعة، تحفة. وفي الآخر خالص هننزل بباقي صوص البشاميل من فوق كده، ونوزعها كويس في الصينية أو على المكرونة يعني. وبعد كده في الوش هنحط جبنة موتزاريلا، اللي هي موتزاريلا كوين. وطبعا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة عالية. ويلا بقى ناخد الصينية الجامدة دي وندخلها الفرن. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، وشايفين لونها بجد خطيرة وتحفة. يلا بقى نقطعها بالسكينة. طبعا انتوا المفروض تسيبوها تهدى، بس انا طبعا عشان خاطر الفيديو فما استنيتش عليها تبرد خالص يعني، فقطعتها على طول. شايفين لونها بجد تحفة. ويلا بقى نجيب الطبق بتاعنا ونغرف كده. طبعا انتوا عارفين اول قطعة دي لازم تتبهدل مننا، بس هي علشان سخنة يعني، هي لو كانت باردة شوية كان هتطلع مظبوطة اكتر من كده.
ويلا بقى، شايفين اللون والمنظر خطيرة. يلا بقى ندوق ونشوف الطعم ده عامل ازاي. عايزه اقول لكم بجد انها كانت تحفه و... والصوص بتاعها بجد خطير. انتوا ممكن تعتمدوها في اي نوع مكرونه بشاميل هتعملوها، بجد تحفه. و... وزي ما انتوا شايفين طريقه سهله وبسيطه، ما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود. وبقول لكم بجد اللي مش هيعمل الطريقه دي او الوصفه دي بجد هيكون فايته كتير. ودي كانت وصفه النهارده. لو عجبتكم يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفولو صفحه الفيسبوك. باي باي.